پێشبینی دەکرێت لە ماوەی 10 ساڵی داهاتوو 7 ملیۆن مرۆڤ بەهۆی گۆڕینی کەشوهەوا و کەم ئاویەوە لە عێراق ئاوارە بن. يا يما عد ما نشتكي ولا صايرة ولا تنحكي. إذا كانت السنة القادمة جافة فراح يكون عندنا مشكلة كبيرة. جزء كبير جدا من أسباب الجفاف هي أسباب خارجية. هاي الناس إذا جاعت يصير قتل بالشوارع، يصير كل شيء، يسدون الشوارع دي، ما ظل الحكومة يخربون كل شيء. تا ئێستا 27 ملیۆن دۆنم زەوی کشتوکاڵی وشک بووە بە بیابان کە دەکاتە لە 15% خاکی ئەم وڵاتە. دول الناس خطية يعني ما عندهم بيوت بالمدينة، عكس اكو بعض سكان الأهوار عندهم بيوت بالمدينة. الجفاف كارثة والله. ڕاعد حەبیب سەرۆکی ڕێکخراوی جەباییشە بۆ گەشت و گوزار. چالاکێکی دیاری بواری ژینگەیە لە عێراق. بەردەوام سەردانی ئەو ناوچانە دەکات کە وشکە ساڵی و کەم ئاوی زۆری بۆ دانیشتوانەکەی هێناوە. السلام عليكم. هلا. شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. شلون زعلان؟ الله يسلمك. شنو ما تعرفيني شنو؟ شلون جا مساتك؟ هسه صار به السيل وضليف، هذا أمراض به يعني. الجعدات وبه الطحن بالور بعدنا هسه ما ادري به المطر ولا عاش. هسه وين وصل الجفاف انت بريك؟ هو الماي ماكو هسه، ماي من الماي حلال من تشوفها تابوت بس هيك البعض، ماكو ماي يدوم. عندنا هالسعود حفارات يشتغلون بعد ما وصل الليل. انتوا تجيكم من سيارة الماي ولا ما تجي؟ لا والله ماكو. كان شلون ماكم؟ ماي نجيب من الشوق. لا والله. والله امرار ذول جماعتهم عائله هنا يجيبون سيارتهم مقطوره ايه ناخذ منهم. هاي شوف هسه هاي قدامك جاي الحيوانات تموت، الطيور تموت، الاسماك تموت، يعني انت تخيل 50,000 نسمه راح يفقدون مصدر رزقهم. قهر موت وراح يصيرون عاطلين عن العمل. اي طبعا اي. كله ليش؟ كله بسبب تخطيط الدوله فاشل. تخطيط ما هو عدل، فاشل كلش فاشل. يعني والله العظيم لو انتم ما تشوفون هنا، لو تشوفون هسه هذا اكو ماي، رغمه مسدود هو ماي نظيف هسه هنا. ماكو ماي يعني هسه العالم وين تروح هاي؟ وين تروح وين تتوجه والله؟ اللي هذا عنده 50 راس و40 راس حلال وين يوديهن؟ يعني هي ادري بس اقول لك وين تروح هسه؟ لا علف ولا ماي. يعني احتارينا والله العظيم ما ادري شو نسوي. تحياتنا الوالد. يعني نصير معارضه ضد الدوله والله بكيفكم، هم نصير هم نصير. يلا الله يعزكم ويسلمكم. الله يحفظك حبيبي. شكرا حبيبي الله يحفظك. مع السلامه. هاي السلحفات واحد من اكثر الحيوانات اللي ممكن يتعرض للاذى بسبب الجفاف. ليش؟ لان حركتها بطيئه، كلش بطيئه داخل الاهوار، فالصيد مالتها يكون سهل، لذلك تتعرض الى المفترسات، تتعرض للصيد الجائر، ممكن تموت بسبب الجفاف لان هسه مناطق المي اصبحت محصوره، فهي جاءت تتنقل من حفره لحفره، لذلك ممكن من اكثر الحيوانات اللي هي مهدده. وعندنا نوع من السلحفات اخر، النوع اسمه الرفش الفراتي، راح يكون مهدد وهو ضمن القائمه الحمراء الدوليه ومهدد بخطر الانقراض، فراح يكون مهدد اكثر من هاي السلحفات. راح نجي نطلقها، نرجعها ننقلها للمي. خطيه يعني تبحث عن مصادر المي. شوف اصبحت مناطق ضحله
وبسيطة كلش مناطق المياه، فأصبحت السلحفاة أو باقي الحيوانات تبحث عن المي في سبيل توصل له. يعني للأسف الشديد ما كنا نتمنى أن توصل الأهوار لهذه المرحلة. خلينا نطلقها. دیمەنەکان ئاماژەن بۆ کارەساتێکی جینگەیی گەورە. پێشبینی دەکرێت لە ماوەی 10 ساڵی داهاتوو 7 ملیۆن مرۆڤ بەهۆی گۆڕینی کەشوهەوا و کەم ئاویەوە لە عێراق ئاوارە بن. سنوات الجفاف تجي متباعدة، يعني مثلا عندنا 7 سنوات رطبة تجي سنة جافة أو سنتين. حاليا لا، 2 رطبة أو سنة رطبة، سنة معتدلة، ثم 3 سنوات جافة. هذا التغيير له تأثير سلبي كبير يعني حقيقة. إذا كانت السنة القادمة جافة فراح يكون عندنا مشكلة كبيرة طبعا. سەرەتا زەنگی مەترسیەکە لە وشکبوونی دەریاچەی ساوەوە لێدرا. حکوومەت پلانی هەبوو دەوروبەری ئەم دەریاچەیە بکات بە ناوچەیەکی گەشتیاری، بەڵام موشکە ساڵی بەرگی بیابانی بەبەردا پۆشی. ڕەنگە لە 2 ساڵی داهاتوو جگە لە خەڵکی ناوچەکە کەس باوەڕ بەوە نەکات کە ئێرە دەریاچە بووە. العراق واحد من 5 دول أكثر هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية، ولهالسبب نلاحظ أنه انحباس الأمطار، ارتفاع درجات الحرارة، العواصف الغبارية وتكرارها، كلها عوامل واضحة يعني تؤشر أنه هذا التغيرات واقعية مو مصطنعة أو مجرد أن نتحدث عنها، لا يعني حقيقة. مەترسیەکانی وشکە ساڵی هەڕەشەی بیابانبوون لە 155 خاکی عێراق دەکات. تا ئێستا 27 ملیۆن دۆنم زەوی کشت و کاڵی وشک بووە و بووە بە بیابان کە دەکاتە لە 115 خاکی ئەم وڵاتە. تعال مهدي امش. ئەهوارەکانی عێراق بەگشتی و شارۆچکەی جەبایش و گوندەکانی دەوروبەری بە تایبەتی زەرەرمەندترینیانن. گوندنشینان ئاوی خواردنەوەیان دەست ناکەوێت، ناچارن لە شارۆچکەی جەبایش دەیکڕن و بە بەلەم دەیگوازنەوە. هو الحقيقة احنا المواطن العادي قام يحس بدرجة الخطورة، فمن ننطي هل درجة من الخطورة يجب على الدولة أن تأخذ باعتبارها هذا الموضوع وتسعى باتجاهات عديدة، اتجاهات تفاوض جدي مع دول الجوار. هل معقولة نترك بشرنا يهلك أمام أعيننا؟ هذا موضوع خطير جدا. تەنها لەم ناوچەیەدا دانیشتوانی 14 گوند بەهۆی وشکە ساڵیەوە بەرەو شار و ناوچە جیاجەکانی عێراق کۆچیان کردووە. قسم من سكان الأهوار وقسم من مربي جاموس بدأوا يهاجرون خارج مناطق الأهوار، وقسم راحت إلى كربلاء والنجف، بغداد،
للبصرة. عدد كبير من الناس بده يهاجر لأن الأهوار أصبحت غير ملائمة للمعيشة بسبب انخفاض مناسيب المياه. بالتالي احنا راح نفقد ايش قد؟ راح نفقد مصدر كبير جدا للثروة السمكية. الأهوار الآن تعتبر مورد للثروة السمكية أكثر من 150 طن، بالإضافة إلى أنه أكثر من 35 ألف رأس جاموس في منطقة الأهوار. كل هذه الثروة الوطنية والثروة الحيوانية أصبح مهددة بالزوال ومصيرها على المحك بسبب انخفاض مناسيب المياه والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا، اللي الأهوار يكون بها حجم التبخر يوميا 3 سنتيم. مەترسیەکە گەیشتووەتە ئاستێک، تەنانەت ئەو بەنداوە بچووکانەش کە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی وشکە ساڵی دروست کراون ئاویان تێدا نەماوە. مناطق الأهوار تعتمد أساسا على المياه، وعندهم مربي جاموس، أعداد كبيرة من مربي جاموس. هذول يضطرون في حالات أن يهاجرون من مناطقهم إلى مناطق أخرى على ضفاف الأنهر لربما تتأمن بها مياه معينة، لأن خوفا على هلاك حيواناتهم بسبب عدم وجود المياه من مزارعي الرز في منطقة الفرات الأوسط. منعناهم من الزراعة. ليش؟ لأن ماكو مياه تكفي للزراعة، فهناك عوائل كبيرة تعتاش على هذه الزراعة. بالتأكيد كثير منهم يهاجرون للمدن حتى يلقى له فرصة عمل. بەلەمەکان لە ڕۆخی ڕووبارەکان لەنگەریان گرتووە، ناچارێن تند و تۆڵیان بکەن، چونکە لە هەندێک جێگا بەهۆی دابەزینی ئاستی ئاو لە قوڕ و لیتەی ڕووبارەکان گیر دەبێت. ما تموت المحا ما نحاضر بعد شو اسوي؟ سەمرا ژنێکی بەتەمەن و دنیادیدەیە، دەزانێت بەردەوامبوونی ئەم وشکە ساڵیە چی کارەساتێکی گەورەی بەدواوەیە. ئەو لە شارۆچکەی گوڕنەی بەسڕەوە هاتووە. لێرە زەل و قامیشەڵان بۆ ئاژەڵەکانی دەکڕێت و دەیباتەوە. الطفل على الماء، البشر على الماء، زرعنا على الماء، عليش هسه كل شو ماكو. طلبتنا من الحكومة الماء والزاد، والله العلف العلف بس يعطونا دبسات خايسات ما ياكلن الدواب. ما نريد علف. يا يما عد ما نشتكي ولا صايرة ولا تنحكي. عش بيدي أنا على الماء على الماء يا سكينة يوم اللي قطعوا عالينا. مەهدی سەباح خاوەنی 2 منداڵە. بژێوی ژیانی خانەوادەکەی لەسەر ڕاوەماسیە، بەڵام وشکە ساڵی دۆخێکی دروست کردووە کە زۆر جار قوتی ڕۆژانەی پەیدا ناکرێت. كل شيء ما نريد، لا طالبين وظائف لا طالبين أي شيء. نطلب من الحكومة بس الماي. قبل أريقك كان الماي بالشارع هناك ونطلع منين ما نريد. هسه لا، محكومين بس هذا الطريق هذا، إذا خلص هذا المال بالطريق بعد انتهت. مليان المناشدة. الحكومة ما أدري ما جاي تسمع، كل من يدور مصالحه، لأن هاي هم الماي ما لهم بمصلحة، هم لا يغسلون به لا يشربون به لا هم أي شيء، يشربون كل الطالة.
كنا بالقرنة صاب حق المجنون النفطي. كنا حلال نصيد وعندنا حلال وخير من الله عندنا. جف الماي من راح الماي هاجرنا شنا للبصرة هم راح الماي ونوب رجعنا اللي جال الشباش جينا لقينا بها الناس زينة والماي من جينا لا ونعم حلالنا بخير احنا نجيب لنا مصرف. هسه بعد راح الماي هسه هم راح يشوفنا غير ديار نهاجر هم ما نظل هنا. هسه بعد نروح ونرجع ما نجيب شيء لان الماي ماكو. السمكه راحت انقرضت تريد تروح من تميل ما تجيب لك 10,000 يا دوب تجيبها ما تحصلها. مرات والله العظيم نروح ونرجع نسد البنزين نجيبي. احنا كنا قبل ما نبيع حلالنا ما تطلع الماي عندنا هواي نطلع للصيد نجيب خير نجيب الموجود يساعد حاجتنا به. هسه لا ماكو من راح الماي ظلينا للحلال نبيع. وهسه ما حد يقطع علينا الامراض بعد ما حد ياخذ الحلال ومنا العلف غالي علينا فاحنا انضررنا كلش. هاي الثروة الحيوانية راحت انعدمت. العلف غلوا الماي ماكو وانه فوقها طلعوا لنا الامراض. ساعة يقولون حمى النسفية ساعة يقولون الكورولا يسمونها. كافي تحاربونا كافي احنا شو مسوين؟ بس الله وكيلك هاي الناس اذا جاعت يعني يصير شغله غمه يصير قتل بالشوارع يصير كل شيء يسدون الشوارع عليه ما ظل الحكومه يخربون كل شيء. نەتەوە یەکگرتووەکان ئاهوارەکانی جەبایشی خستووەتە لیستی شوێنەوارەکانی جیهانەوە. ساڵانە گەشتیارێکی زۆر سەردانی دەکرد. ئەگەر دۆخەکە بەو شێوەیە بەردەوام بێت ئەوە جگە لە بیابانێکی وشک هیچی تێدا نامێنێتەوە بۆ سەردانیکردنی گەشتیاران. بالناس اللي يجون الاهوار بنشوفوا الاهوار جافه يسالون وين منظمه اليونسكو؟ وين المنظمات العالميه اللي عامله بالاهوار ممكن تدعم سكان الاهوار حتى يتجاوزون محنه الجفاف او هذه المصيبه اللي وقعت على سكان الاهوار بسبب سياسات الدوله وسياسات دول الجوار اللي الان سكان الاهوار ناس لا حول ولا قوه، ناس مسالمين لا يعرفون السياسه ولا يعرفون الدول ولا يعرفون كل المصادر معيشتهم همهم الوحيد وجود ماي في الاهوار. فمنظمة اليونسكو يعني بصراحة أنا أشوفها منظمة عاجزة أن تدافع على موقع ضمن التراث العالمي اللي هي الأهوار، ولحد الآن لم نسمع أي صوت من اليونسكو بالوقوف مع الأهوار ومصيبة الأهوار وتحكم تركيا وإيران بمصادر المياه. دانیشتوانی گوندەکان ناچارن لە قوڵایی ڕووبارەکان بە بەلەم ئاو بۆ ئاژەڵەکانیان دابین بکەن چونکە وشکە ساڵی بە جۆرێک ئاوەکەی سوێر کردووە ناتوانن لە ڕۆخی ڕووبارەکان ئاو بە ئاژەڵەکانیان بدەن. نسبة الملوحة تزداد مع نقص المياه العذبة اللي تيجي من الأعلى. حاليا في شط العرب مثلا بالجنوب المد الملحي بدأ يدخل داخل شط العرب لمسافات كبيرة. احنا قاعد نضخ مياه لكن غير كافية إلى أن تستوعب. مهما ندفع مياه موجة المد المالحة راح تصعد وتأثر على مناطق عديدة بالبصرة وتأثر على طبيعة شط العرب وتحوله من نهر من المياه العذبة إلى جزء من الخليج. أيضا في نهر الفرات أيضا كل ما تقل الكمية كل ما يزيد الملح. لەم ناوچانەدا دۆخی منداڵان لە نێو قوڕ و لیتەی ڕووبارەکان
لە مەترسیدایە، چونکە هەڕەشەی بڵاوبوونەوەی چەندین جۆری نەخۆشی لە ئارادایە. أعتقد مستقبل الطفولة بالأهوار والحالي الأطفال بالأهوار هو مجهول، أصلا لا توجد طفولة في مناطق الأهوار. ليش؟ لأن أنت الآن افتريت داخل مناطق الأهوار عدم وجود مراكز صحية، عدم وجود خدمات طبية، عدم وجود خدمات بيئية. الطفل هنا بالأهوار يولد يصير عمره 7 سنوات أو 8 سنوات، يرجع يمارس العمل اللي يمارسوه أهله، هم يصير مربي جاموس أو صياد وهكذا. عدم وجود اهتمام بالطفولة في منطقة الأهوار على كل المستويات، وهناك تقصير واضح. باڵندەکانیش هاوشێوەی مرۆڤ هەستیان بەو دۆخە مەترسیدارە کردووە و کۆچ دەکەن، بەڵام ڕاوچەکان بێ گوێدانە ئەو کارە ساتە ژینگەییە بەدوایانەوەن و ڕاویان دەکەن. كفينا داود تقعد نغرب غير شو لك بيها خطايا الطيور تقتلهم؟ غير ناكل انت شو نبي؟ غير خطيور انت غير خطيور مهدده بالانقراض. ياها مهدده بالانقراض. يعني مثل البربش. ايه اكو انواع اخرى. البربش ماكو بالصيف. لا انتم تصيدون كل شيء انت اساسي. احنا نصيده بالشتاء مو بالصيف، لان بالصيف تكاثره. ماكو مواسم، ماكو صيف واكو شتوي. يعني هم هسه الصيادين يعرفون صيف وشتوي لا يلقى له طير؟ لا طبعا ما يعرفون. حرامات يعني. هاي الطير والله شيء حلو هسه، شوف ايش قد حلوه هسه. بعدين هندينا والله حتى زرزور بنشوفنا احنا هسه لو موجوده عندنا محميات. لا انا اقول لك شغله، هسه الصيادين كلهم صفحه وجماعتكم هندينا بصفحه. الوضع تعبان والله. الحمد لله نتمنى الخير بلكي. هاك بندقيتك. يلا تعزين شيء. سلامتك والله يلا مع السلامة. ما صرت ڕێژەی ئاستی ئاو لە بەشێکی زۆری ناوچەکانی جەباییش لە نێوان 7 بۆ 8 سانتیمەترە. ڕۆژانە 3 سانتیمەتر ئاو دەبێت بە هەڵم. ئەگەر ساڵی داهاتووش کە ساڵی بەم شێوەیە بەردەوام بێت، ئەوە خەڵکی توانای ژیان و مانەوەیان لەم ناوچانەدا نامێنێت.